أحد عظماء الجزائر، واللي اتلقب بأمير المجاهدين، واللي كان له دور كبير في مواجهة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وهو الأمير عبد القادر الجزائري. إيه حكايته ونهايته كانت عاملة ازاي؟ هو ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك الفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. اتولد عبد القادر سنة 1808 في ولاية معسكر في الجزائر. أبوه محي الدين كان شيخ الطريقة القادرية الصوفية. ولما عبد القادر بقى عنده 12 سنة أخد إجازة في تفسير القرآن الكريم والحديث النبوي. ولما كبر شوية وبقى عنده 15 سنة أبوه جوزه. وفي سنة 1825 عبد القادر وأبوه سافروا للحج. وهم بقى في رحلة الحج زاروا تونس ومصر والشام والعراق والحجاز. كانت رحلة جامدة الصراحة، لغاية لما وصلنا لسنة 1830. وفي السنة دي احتلت فرنسا الجزائر. فرنسا كانت مديونة للجزائر بمبالغ كبيرة، فتعمل ايه فرنسا علشان تسدد الديون اللي عليها للجزائر؟ تروح تحتلها. بعد ما فرنسا احتلت الجزائر مارست كل الأساليب البشعة اللي ممكن تتخيلها في حياتك. هدموا المساجد، وبعض المساجد حولوها لاسطبلات خيل، ومنعوا الحج، ونهبوا ممتلكات الشعب لدرجة إن لو في ست لابسة حلق ذهب كانوا بيقطعوا ودنها بالسكينة علشان يسرقوا الحلق. كل اللي سمعتوه ده أدى لظهور المجاهد العظيم عبد القادر الجزائري، واللي رفع راية الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي. اللي حصل بعد كده إن في سنة 1832 ولايات وقبائل غرب الجزائر بايعوا عبد القادر الجزائري علشان يبقى الأمير عليهم. وبكده بقى لعبد القادر إمارة وعاصمتها ولاية معسكر. أول حاجة عملها عبد القادر الجزائري في الإمارة بتاعته إنه وحد القبائل الجزائرية تحت قيادته. وبعد كده منع الخمر والميسر والتدخين منعا باتا، وأسس نظام الشرطة واللي بسببه تم القضاء على قطاع الطرق تماما، وأسس جيش نظامي. في سنة 1834 اشتبكت قوات الأمير عبد القادر الجزائري مع القوات الفرنسية في معركة المقطع. وفي نهاية المعركة انتصر الأمير عبد القادر انتصار حاسم، وقتل من الفرنسيين 500 جندي. بعد المعركة دي خاف الفرنسيين من الأمير عبد القادر، فعملوا معاه معاهدة اتسمت بمعاهدة دي ميشيل. وطبقا للمعاهدة دي اعترف الفرنسيين بإمارة الأمير عبد القادر، وفي المقابل الأمير عبد القادر مش هيحارب الفرنسيين. تمام كده؟ شوفوا بقى اللي حصل. زي ما احنا عارفين الغرب مستحيل يلتزم بأي معاهدة هو بيعملها. راحت فرنسا ونقضت المعاهدة وهجمت على جيش الأمير عبد القادر. فالأمير عبد القادر مسكتش، فراح هجم على جيش الفرنسيين وانتصر عليهم في معركة ورا معركة، لغاية لما فرنسا اقتنعت حرفيا ان هي مش هتقدر على الأمير عبد القادر والجيش بتاعه. فعملوا معاه معاهدة تانية اتسمت بمعاهدة تافنة سنة 1837. استغل عبد القادر الجزائري الفترة بتاعت الهدنة وقوى الإمارة بتاعته ونظم الجيش بتاعه، وتخلص من الخونة اللي كانوا بيساعدوا الفرنسيين ضده. بس برضو زي ما احنا عارفين مستحيل الغرب يلتزم بمعاهدة هو بيعملها. راحت فرنسا للمرة التانية ونقضت المعاهدة وهجمت على إمارة الأمير عبد القادر. فعبد القادر مسكتش واشتبك مع الفرنسيين في معارك كتيرة، كان النصر في الأغلب حليف الأمير، لغاية لما حصلت الكارثة. طوال فترة جهاد الأمير عبد القادر الجزائري كان السلطان عبد الرحمن سلطان المغرب بيمول عبد القادر الجزائري بالسلاح والأموال والمعدات، وفرنسا ما كانتش تعرف. لما عرفت فرنسا جهزت جيش جرار وهجمت على المغرب،
والكلام ده سنة 1844. وبعد ما اشتبكت مع الجيش المغربي للأسف انهزمت المغرب. أجبرت فرنسا المغرب على توقيع معاهدة، وطبقا للمعاهدة تلتزم المغرب إن هي مش هتساعد الأمير عبد القادر الجزائري. ومش كده وبس، ده كمان لو الأمير عبد القادر هرب على المغرب إن هي تقبض على الأمير وتسلمه لفرنسا. بعد ما انقطعت المساعدات المغربية، إمكانيات الأمير عبد القادر ضعفت، فما قدرش يقاوم، فأعلن استسلامه. وفي سنة 1847 قبض الفرنسيين على الأمير عبد القادر الجزائري ورحلوه على فرنسا، وهناك اتحط في السجن، وفضل الفرنسيين يذلوه لغاية في الآخر لما أفرجوا عنه، ولكن بشرط إنه ما يسافرش الجزائر نهائي. بعد ما خرج من فرنسا سافر على اسطنبول، ومن اسطنبول سافر على دمشق سنة 1855 واستقر هناك. وهناك في دمشق اشتهر وبقى ليه مكانة كبيرة كزعيم سياسي وديني، وكل الناس كانوا بيحبوه. واشتغل كمان في التدريس في الجامع الأموي لغاية في سنة 1860 حصلت حادثة فظيعة في الشام، وعبد القادر الجزائري كان له دور كبير وعظيم فيها. في السنة دي حصلت فتنة كبيرة بين الدروز والمسيحيين، ومذابح راح ضحيتها الآلاف من سكان الشام. فعبد القادر الجزائري كان بيفتح بيوته للاجئين المسيحيين، واللي وصل عددهم ل15 ألف لاجئ مسيحي استقبلهم الأمير عبد القادر في البيوت بتاعته. والحادثة دي تورينا قد إيه الأمير عبد القادر كان ملتزم بدينه اللي بيأمره بالتسامح مع غير المسلمين. وفي سنة 1883 يتوفى الأمير عبد القادر الجزائري عليه رحمة الله وهو عنده 76 سنة، ويدفن في دمشق. بس بعد كده في سنة 1965 قبره يتنقل للجزائر. انتهت قصة الأمير عبد القادر الجزائري، ولكن الجهاد الجزائري لم ينتهي بعد، وظل الجزائريين بيقاوموا الاحتلال الفرنسي بكل قوتهم لغاية في النهاية لما حصلوا على استقلالهم سنة 1962. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. لو عجبتك اعمل لايك للفيديو وشير واكتب تعليق وقول لنا في رأيك، واشترك في قناتنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. وبالمرة تابع حسابي على الفيسبوك والانستجرام موجود في صندوق الوصف. أشوفكم على خير.